حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده. في فيديو النهارده ان شاء الله هندمس مع بعض العدس بجبه. اكله جميله كده وبسيطه، تقدري من الطريقه اللي انا هعملها معاكي دي تطلعي كذا طريقه بكذا طعم. ان شاء الله كده هنعمل مع بعض طريقه فيهم، وباقي الطرق هقول لكم عليهم من خلال شغلنا في الفيديو. لو جربتوا العدس بجبه يا بنات بالطريقه بتاعتي بجد هتدمنوه اكتر من الفراخ واللحمه والجمبري كمان. يلا كده بسم الله كده نبتدي. بس حابه كده قبل ما ابتدي الفيديو حابه ارحب بكل حبايبي الحلوين اللي نوروني في القناه، بجد نورتوني وشرفتوني وكبرتوني. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين. بس حابه كده افكركم باللايك وتعلقوا لي كده تعليق حلو كده زيكم عشان اعرف بس ايه مين متابعني. في الاول كده نسمي الله. وانا معايا نص كيلو من العدس بجبه. بنقيه طبعا يا بنات ونشيل منه اي شوائب فيه، وبعد كده باخده اغسله غسله كده كويسه لحد ما الميه بتاعته تبقى رايقه كده وصافيه. ورايقه كده عليه بيضه مفيش فيها اي حاجه خالص. وبعد كده بنقعه، يعني بملى عليه ميه بقى نظيفه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وبنقعه لمده نص ساعه، نص ساعه بس يا بنات مش اكتر. يعني في ناس بتنقعه ساعه واكتر من ساعه كمان. لا انا مش عايزه حجمه يتضاعف ولا اي حاجه، انا عايزاه بس ان هو يعني القشريه بتاعته تكرمش كده عليه، وان انت نقعتيه عشان يستوي معانا ايه بسرعه. تمام. هو مش هياخد وقت ابدا، العدس مش زي الفول ما بياخدش وقت ابدا خالص يا بنات في التسويه. بكتير وبكتير كله ساعه. تمام. فانا عايزاه بس يتنقع لمده نص ساعه، وبعد كده باخده اشطفه شطفه كده حلوه. الميه بتاعته تنضف كده عليه، نتخلص طبعا من ميه النقع دي. وبعد كده بضيفه في الحله بتاعته اللي انا هدمسه فيه، وبضيف بقى عليه شويه ميه كده حلوين، يعني اكون مغطياه كده بشويه. وبعد كده بحطه على النار، مش بحط اي حاجه معاه خالص. مجرد ما يقلب، ما يبتدي يقلب كده بتشيل الريمه اللي عليه زيه زي اللحمه. زي اي حاجه بتطلع ريمه لازم تشيل الريمه دي يا بنات. عشان ما تغيرلكيش طعم العدس بعد كده. تمام. بعد كده بغطي عليه وبنجهز بقى مع بعض بصله. لا هي كبيره ولا صغيره، انا ببشرها مش بقطعها. البصل يا بنات لما بتبشريه بيبقى له طعم، ولما تقطعيه بيبقى له طعم تاني. بس اسمعوا كلامي بس واعملوا زي ما انا بقول لكم. انا بشرتها بالمبشره اللي هي الخشنه. تمام. بعد كده ضفت عليها ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وشطه. بس الكمون مش كان موجود عندي فهضيفه بعد كده. بس مهم جدا جدا بالنسبه لي في البهارات الكمون يا بنات والفلفل الاسمر بالذات. تمام. الشطه بقى حابه تحطيها حطيها، مش حابه براحتك خالص. المهم فركتهم كده بايديا مع نقطه زيت، 3 معالق زيت كده كبار. وبعد كده حطيت البصل بقى والبهارات بتاعتي دي كده على النار. بجد بقى شيم الريحه حاجه كده تجنن. لو حسيت ان الميه بتاعتك قليله بتزودي الميه. تمام. بعد كده بقى بديله كده تقليبه كده حلوه وبغطي عليه النار. وبرجع بقى ايه كل شويه كده ابص عليه واقلبه. لما تلاقي الميه بتاعته تخنت بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، طبعا انا مدمساه على نار هاديه، بس مش هاديه قوي يعني، لا هاديه اللي هي التهديه العاديه بتاعتنا. تمام. مش شامعه زي الفول. كل شويه طبعا ببص عليه كده وبشوفه، لو احتاج ميه بديله لحد ما يستوي. بس اهم حاجه ان انا ما كترش الميه عليه، بحيث ان هو لما يستوي الميه بتاعته تكون تخينه زي ما انتم شفتوها كده، وحبايه العدس تكون مستويه لما تضغط عليها كده بصبعك بتكون مستويه وتمام. خلاص. دلوقتي كده هعمل معاكم طريقه من الطرق اللي هي المحببه لقلبي، اكتر طريقه بحبها. شويه زيت او شويه او معلقتين سمنه، ونزلت فيهم كده بتوم وقرن شطه كده حر دقه كده مع التوم. ونزلت عليهم بحبيتين طماطم كبار بشراهم يا بنات مش مقطعاهم، عشان مش بحب اشوف الطماطم متقطعه في الفول والعدس. تمام. بعد كده سبكت الطماطم دي كده على النار ونزلت كده بكمون. نزلت بنفس البهارات اللي انا ضايفاها يعتبر، يعني الكزبره والشطه والكمون والفلفل الاسمر. بس الكمون طبعا انا ضفته عشان ما كانش موجود عندي، ضفت منه معلقه كده صغيره بس مش مليانه قوي يعني. وطبعا زودت على العدس بتاعي اللي انا عاملاه في الحله. تمام. خدت بقى من العدس ده كبشتين 3 كده حطيتهم على الطماطم، وقلبي قلبي وسيبهم كده يغلوا مع بعض كده قلبتين. وبيكون كده الطبق ده جاهز وياكي. طبعا بتظبطي الملح بتاعك لو انت حابه تزودي ملح عن كده. بجد الطبق ده في منتهى الجمال، بيوديكي لعالم تاني خالص. ده كده شكله اهو ما شاء الله جميل قوي. طبعا انت ممكن تاكلي العدس على حاله زي ما احنا عملناه كده في الحله. ممكن تعمليه بسمنه بلدي بس بيبقى له طعم تاني، ممكن تعمليه بزيت زيتون وليمون بيبقى له طعم تاني. ممكن تعمليه ببيض نفس الطريقه اللي انا عملتها، وتحطي على الوش كده بيض اومليت كده بطعمه حلو قوي. اتمنى كده الفيديو يعجبكم.